متخيل تعيش 15 سنة فاكر إن أبوك شيف حلواني غلبان ومات في حادثة، لحد ما تكتشف فجأة إن أمك بتسوق فيراري زي المحترفين وأبوك الحقيقي لسه عايش. القصة بتبدأ في العاصمة التايوانية تايبي. هنا بنقابل حوت من حيتان المأكولات البحرية اسمه كوانج. الراجل ده كان غرقان في قضايا المحاكم بسبب كسره لقوانين الصيد بالشباك. كوانج كان دمه بيغلي من المحامين بتوعه، ومن كتر خنقته اتصل بمراته جوي، لكن جوي ما ردتش لأنها ببساطة كانت في معرض عربيات بتجرب عربية فيراري جديدة، ومن مسكتها للدركسيون كان واضح إنها مش بس بتعشق العربيات السريعة دي، بتسوقها باحترافية تخض. مندوب المبيعات كان قاعد جنبها مذهول ومرعوب من طريقة سواقتها، وبكل برود قالت له إن ضبط التوقيت بتاع الموتور محتاج يتظبط شوية. وفعلا عمال المعرض ظبطوا لها التوقيت في خلال ساعة واحدة بس. بعدها جوي ساقت العربية ورجعت البيت، وهناك كان كوانج مستنيها. قال لها إن محاكماته بدأت رسمي النهاردة. جوي سألت مين العصفورة اللي بلغ عنه، فبصلها بنظرة كلها شك، لكنها بسرعة فكرته إن الزوجة قانونياً ما تقدرش تشهد ضد جوزها. كوانج عدى الموضوع وسألها لو كانت فعلا محتاجة الفيراري الجديدة دي، ردت وقالت له إنها جايباها عشانه هو هدية عيد ميلاده. بعدها جوي راحت لابنها ريموند، كانت بتحبه بجنون، لكن ريموند كان مشغول وبيجهز شنطته. كان مقتنع إن كوانج مسيره هيدخل السجن قريب جدا. الولد اتهم جوز أمه إنه دمر النظام البيئي البحري كله، لكن جوي حاولت تهديه. ريموند سألها ايه اللي خلاها تتجوز كوانج من الاساس. اعترفت له انها زمان لما كانوا محتاجين مساعدة ضروري كوانج هو اللي وقف جنبهم، لكن ريموند ضغط عليها عشان يعرف مين هو ابوه الحقيقي. جوي ما كانتش بتحب تتكلم في الموضوع ده خالص. كل اللي ريموند كان يعرفه ان ابوه البيولوجي كان شيف حلواني ومات في حادثة عربية، لكن هل دي فعلا الحقيقة؟ نسيب تايبي ونطير لمسافة بعيدة، وتحديدا لمدينة مينيابوليس في أمريكا. هنا بنشوف راجل وشه غرقان دم اسمه جون، والشرطة بتكلبش إيديه. ضبطة تانية اتدخلت بسرعة وقالت لهم يوقفوا لأن ده عميل سري تبعها. زميل جون الضابط سانتياغو كان في حالة حرجة بين الحياة والموت. لما رئيسة جون سألته إيه اللي حصل بدأ يحكي. سانتياغو كان بيسجل كل حاجة، لكن شرطه وقعت منه غصب عنه. رجالة العصابة لمحوا الشارة، وفي لحظتها الغطاء السري بتاع جون وسانتياغو كطباخين اتكشف. معركة طاحنة بدأت بين جون والعصابة. جون كان بيدافع عن نفسه بكل قوته، لكن سانتياغو اتصاب إصابة بالغة في وسط الفوضى. المطبخ فجأة اتملى بالبلطجية. جون بدأ يضرب فيهم باستخدام طاسة قلية عادية جدا، وكان بيتصدى ليهم بمهارة وسرعة بديهة. في لقطة غريبة وقف الضرب ثانية واحدة وطلب منهم فرصة يشرب شوكية مية، وبعدها رجع يكسر عظمهم تاني واحد ورا التاني. جون قضى عليهم كلهم لدرجة انه ولع النار في واحد من العصابة وخلى المطعم كله يقلب حالة رعب. وبصفته عميل في مكافحة المخدرات جون حاول يحقق مع واحد من البلطجية عن شركات كوانج، لكن الراجل ما نطقش بحرف. وفجأة بلطجي تاني فتح النار عليهم، والرصاص كسر حوض سمك وخلى المية تغرق المطعم. وفي عز الفوضى وضرب النار ده جون لمح سمكة ذهبي بتنازع فأنقذها من الموت. بعد كده جون ورئيسته الضابطة شارلوت دخلوا مخزن، وهناك اكتشفوا ان كوان كان بيخبي المخدرات جوه علب الاكل. في نفس الوقت الاخبار وصلت لكوانج ان ادارة مكافحة المخدرات صدرت الشحنة بتاعته. المشاكل بدأت تتكون فوق دماغه. في الليلة دي كوانج راح لجوي شكرها على هدية عيد ميلاده وحاول يتكلم معاها عن علاقتهم وعن حبهم، لكن جوي ما كانتش بتحبه. كوانج فكرها انه بقاله 15 سنة بياخد باله منها ومن ابنها ريموند. الكلمتين دول كانوا كفاية عشان يكسروا دفاع جوي وتستسلم وتعاملوا بلين تاني. في نفس اللحظة دي جون وصلته أخبار عن مخبر جديد جوه إمبراطورية كوانج. المخبر ده وعد إنه هيسلمهم الدفتر السري بتاع كوانج. جون بلغ شارلوت بالمعلومة، لكنها كانت متشككة في الموضوع. جون أصر إن لو الكلام ده حقيقي لازم نمشي ورا الخيط للآخر. كان مصمم يسافر تايبي، لكن شارلوت رفضت فورا وبشكل قاطع. حذرته وقالت له أيا كان اللي حصل من 15 سنة ما ينفعش ترجع هناك تاني أبدا، وبدل السفر كافئته على مصادرة شحنة كوانج وقالت له ياخد أجازة ويريح أعصابه. جون وافق، لكن لما الكاميرا بتجيبه في المطار بنكتشف إن وجهته كانت تايبي. في الوقت ده في تايبي ريموند دخل أوضة كوانج، بدأ يعبث بتمثال خرتيت بتاع كوانج، وفجأة كوانج دخل عليه ارتبك وقال بسرعة إنه دخل بس عشان يستلف براية. كوانج اداله البراية وبكل برود اقترح عليه يلعبوا جولف سوا في يوم، لكن ريموند رفض. كان بيكره كوانج من كل قلبه. في نفس التوقيت جوي كانت بتتفرج على نشرة الأخبار، وفجأة عينيها لمحت جون في التغطية. في اللحظة دي كل ذكريات الماضي ضربت في دماغها زي العاصفة. جون كان خلاص نزل تايبي وحجز في فندق، وكان ميعاده يستلم الدفتر السري في أوضته الساعة 5 بالظبط. من الناحية التانية جوي كانت بتبص في صور قديمة ليها والريموند وهو صغير، لكن فجأة كوانج ندى عليها، وهنا كانت الصدمة
الصدمة اللي ما وقفتش التوقعات. العصفورة ما كانش حد غريب، ده كان ريموند ابنها. جوي رفضت تصدق، لكن كوانج كان معاه الدليل، تسجيلات كاميرات المراقبة. ريموند زعق بغضب واتهم كوانج بتدمير البيئة وقتل الدلافين. كوانج رد عليه بعصبية: يلعن أبو الدلافين، فين الدفتر بتاعي؟ جوي طلبت من كوانج يديها دقيقة واحدة ووعدته إنها هتتكلم مع ريموند. حاولت تقنع ابنها يسلم، لكن ريموند قال لها: يا ماما أنا محتاج 5 دقايق بس. في الوقت ده الدفتر هيكون وصل في إيد العميل جون. بمجرد ما جوي سمعت اسم جون جسمها اتنفض. ريموند ترجاها تديله ال5 دقايق دول. عشان كده جوي حاولت تشتت انتباه كوانج وتكسب وقت. بدأت تهينه وقالت له إن بعد جوازهم اضطرت تشرب سجاير وإن ريحة الدخان مقرفة، لكن بالنسبة لها ريحة كوانج نفسه كانت أسوأ من ريحة الدخان، وقالت له إنها ما بتقدرش تستحمل قربه منها. لما سمع الكلام ده واحد من رجالة كوانج ما قدرش يمسك نفسه وضحك. غضب كوانج كله اتحول للراجل ده وقتله بمنتهى الوحشية قدامهم. وبعدين كوانج وجه مسدسه ناحية ريموند وصرخ فيه عشان يعرف مكان الدفتر. ريموند اعترف إنه عن طريق واحد صاحبه بعت الدفتر فعلا لفندق. في اللحظة دي بالظبط جرس أوضة جون رن. الدفتر كان مرمي قدام بابه. جون شاله وكان مصدوم إن الحاجة اللي بيدور عليها أخيراً بقت في إيده. نرجع لكوانج اللي كان بيجهز عشان يعاقب ريموند وهدده إنه هيقطع أطرافه بالسيف، لكن بسرعة جوي ضربت حارس تاني وخطفت مسدسه ووجهته لكوانج وطلبت منه يسيبهم يمشوا. كوانج ضحك بسخرية وقال لها إنها أجبن من إنها تضرب نار. في كسر من الثانية ريموند هجم عليه من ورا وضربه خلاه يفقد الوعي. جوي وريموند خطفوا الفراري وطاروا على الفندق، لكن رجالة كوانج كانوا وصلوا هناك خلاص. جوه الأوضة جون كان بيصور صفحات الدفتر السري. العصابة جهزت أسلحتها وخبطت على باب، لكن حظهم إنها طلعت الأوضة الغلط. اتعصبوا ونزلوا للاستقبال وسألوا عن النزيل الأمريكي الجديد. وبعد دقايق جرس جون رن تاني. المرة دي كانت جوي وريموند. أول ما جون شاف جوي اتسمر في مكانه من الصدمة. فتح الباب وسألها ايه اللي حصل لوشها. جوي قالت له ان كوانج عارف ان الدفتر معاه وبعت رجالته عشان يقتلوه. وهنا جون استوعب الصدمة التانية. جوي بقت مرات كوانج. ريموند كان واقف تايه بيحاول يفهم اي حاجة من اللي بتحصل، وفجأة رجالة كوانج وصلوا. جون سحب جوي وريموند لجوه واستخبوا في الحمام. البلطجية فتحوا النار على الباب وكلموا كوانج يبلغوه ان مراته جوه. كوانج امرهم بصوت مرعب: هاتوا لي مراتي واقتلوا الباقيين. اول رصاصة رشقت جت في واحد من فريق جون. واحد تاني حاول يرد الضرب لكن الكترة غلبته واتقتل فوري. من جوه الحمام جون رمى قنبلة دخان حمراء. العصابة ضربت عشرات الرصاصات العشوائية جوه الحمام. جون رد عليهم ورمى قنبلة حقيقية بره، وفي وسط الانفجار والفوضى هرب هو وجوي وريموند من خلال فتحات التهوية. وهو خارج عطل الأسانسير وكسر أكرة باب السلم عشان يأخر العصابة. في الوقت ده الشرطة كانت وصلت الفندق، وهناك جوي فجرت الحقيقة: جون هو أبو ريموند الحقيقي. الشرطة رجعت الكاميرات وشافتهم، لكن قبل ما يلحقوهم التلاتة كانوا هربوا بالفراري. عربيات الشرطة طردتهم، لكن مهارة جوي في السواقة اللي شفناها في الأول حسمت الموقف لصالحها. جوه العربية ريموند كان بيشتكي وبيقول: أنا طول الوقت ده باخد كورسات طبخ عشان فاكر أبويا شيف حلواني ميت، وتطلع مش ميت ومش شيف كمان. جون رد عليه بهدوء: في الحقيقة أنا كنت شيف حلواني لمدة شهر واحد. وهنا جوي لبست الفراري في سكوتر بتاع ديليفري بيتزا. في الوقت ده كوانج اخترق كاميرات المرور في المدينة عشان يحدد مكان الفراري. رجالته لقوها، ولما وقفوها ما لقيوش جوه غير ولد الدليفري. جوي كانت ادت له الفراري كهدية. التلاتة كانوا هربوا خلاص عن طريق المترو وراحوا لجراج عربيات. هناك جون ضرب حارس الأمن ووقعه، وجوي فتحت عربية وسرقتها. ريموند كان بيبص لهم بذهول وسألهم: انتوا الاتنين تطلعوا مين بالظبط؟ التلاتة ساقوا وهربوا. وفي الطريق جون واجه جوي وسألها ليه عمرها ما قالت له إنها حامل. جوي ردت بحدة: انت عمرك ما اديتني الفرصة. وبدأت توبخه وتقول له انت لازم تصلح كل الخراب ده. لكن جون ابتسم وأغمى عليه. لما فاق لقى نفسه في مستشفى. كانوا وصلوا لقرية جوي الأصلية، وده خلى المستشفى مكان آمن. جون كان نزف دم كتير الليلة اللي فاتت، لكن لحسن الحظ ريموند كان نفس فصيلة دمه واتبرع له بدم. ريموند عمل نفسه نايم وكان بيسمع خناقة جوي وجون في السر. وبعدين مرضى تانيين جم عشان يشكروا جوي. اكتشفنا انها الملكة الوحيدة والاكبر للمستشفى دي. بعد ما خرجوا راحوا البيت عيلة جوي، المكان اللي بتعيش فيه جدتها باباو. ريموند قابل جدة امه لاول مرة في حياته، وجوه البيت لمح عربية باجي قديمة. استغرب وسأل امه ليه عمرها ما جابته هنا قبل كده. وجون كمان قابل واحد من ولاد عمه هناك. وبالليل وهم قاعدين يتعشوا ريموند سأل السؤال اللي كان حابس انفاسه، كان عايز يعرف كل حاجة. فجوي بدأت تحكي له عن ايام شبابها. زمان جدتها
جدتها بين كانت منع جوي تقرب من المية نهائي، فعشان كده جوي كبرت وبقت سواقة ماهرة وميكانيكية شاطرة. لكن في يوم في قريتهم الصغيرة طرد مخدرات ظهر على الشط. الجدة باباو خبته بسرعة خوفا من ان الشرطة تقبض على اهالي القرية، لكن العصابة صاحبة الطرد رجعت عشان تاخده، ومن خوف الجدة انهم ياخدوا جوي اجبرتها تهرب. وهي بتهرب جوي قتلت واحد من العصابة بالغلط، الباقيين طردوها. استخدمت مهارتها في السواقة عشان تهرب منهم لفترة طويلة، وكانت بتغرس في الشوارع والأزقة. لكن في النهاية العصابة حصرت عربيتها الباجي من الناحيتين، وبدل ما يقتلوها عرضوا عليها تشتغل معاهم كسواقة. وبعدها بكام سنة قابلت جون، ومن هنا جون كمل الحكاية. شرح ازاي كان بيتتبع شحنة مخدرات ومتنكر كعميل كان ماشي ورا عربية بتنقل الممنوعات، واللي كانت سايقة العربية دي ما كانتش غير جوي. اللحظة اللي عيونهم جت في عيون بعض كان حب من أول نظرة، لكن جوي افتكرت جون من عصابة منافسة فخبطت عربيته وعملت له حادثة. وبعدين هي بنفسها اللي طلعت جون من وسط الحطام. وقتها عملت له إنعاش قلب، وفي اللحظة دي باسوا بعض لأول مرة. ومن وقتها جون وجوي بدأوا يفتكروا كل بوسة بينهم. جون نسي البوسة الخامسة بالغلط فجوي فكرته بيها. ريموند قطعهم وسأل أمال ليه سبتوا بعض؟ جوي ردت عشان في ناس الشغل عندهم أهم من العيلة. وجون ضاف بصوت واطي وفي ناس تانية ما كانوش يعرفوا أصلا إن عندهم عيلة. تاني يوم باباو خلت جون وريموند يقعدوا يقشروا فاصوليا، وهم شغالين بدأوا يتكلموا عن السمك. جون قال أنا أنقذت سمكة من كام يوم. ريموند صحح له بسرعة الدلافين مش سمك، دول ثدييات زينا، وكل سنة مراكب كوانج بتقتل حوالي 650 ألف دولفين. في اللحظة دي جون سمع صوت عربية جوي الباجي القديمة بيشتغل، راح لها وطلب منها تحكي له كل حاجة حصلت بعد آخر يوم شافوا بعض فيه. القصة رجعت لورا 15 سنة لآخر مرة جون وجوي اتقابلوا. الاتنين كان عندهم سر عايزين يعترفوا بيه. جوي قالت له يبدأ هو. جون كشف الحقيقة، أنا عميل في مكافحة المخدرات، أنا جيت وراكي بسبب علاقتك بالعصابة عشان أجمع معلومات، ودلوقتي مطلوب مني أقبض عليكي. لما سمعت كده جوي انهارت في العياط وقالت له يعني أنت كنت بتستغلني؟ جون اعترف أيوة بس في الأول بس، لكن بعدها وقعت في حبك بجد. جون اترجاها خدي عربيتي وامشي دلوقتي، ابعدي عن هنا خالص. وهي مكسورة ومش فاهمة حاجة جوي عملت اللي قال عليه وهربت. لكن اللي جون ما كانش يعرفه إن جوي كانت ناوية تقوله إنها حامل في نفس اليوم ده، لكن قبل ما تنطق كان هو طردها. نرجع للحاضر. جون سألها ليه ما قلتليش؟ جوي ردت كان هيفرق في ايه؟ كنت هتقبض عليا وريموند كان هيتولد في السجن. وشرحت له انها راحت لكوانج بس عشان تحمي ابنها. واخيرا جون وجوي اتفقوا يبنوا عيلتهم من جديد. من اللحظة دي مفيش اسرار تاني بينهم. وفجأة كوانج جاله تليفون، الشرطة عايزة تحقق معاه بخصوص ضرب النار في الفندق. وهو بيسمع كوانج دخل حمام جوي، هناك لقى صورة قديمة لجون من أيام شبابهم. في نفس الوقت جون وجوي كانوا متمددين سوا. لما ريموند دخل عليهم فجأة جون استخبى بسرعة تحت السرير، وهناك اكتشف خطة هروب جوي الاحتياطية، باسبورات مضروبة وفلوس متخبية. جون واجهها احنا مش اتفقنا مفيش أسرار تاني؟ جوي بررت دي مجرد خطة هروب احتياطية، لكن جون قال لها بحزم المرة دي أنا مش هسيبك لوحدك. في مكان تاني رئيس الشرطة سأل كوانج ليه حراسه كانوا في الفندق وقت ضرب النار. كوانج ادعى إنهم ما كانوش في وقت شغلهم، واللي بيعملوه في وقتهم الخاص هو مش مسؤول عنه. وضاف ببرود اللي المفروض تسألوا عنه هو مين اللي قتل حراسي مش ليه كانوا هناك. وبعدين كوانج كشف هوية جون الحقيقية للشرطة، قال لهم إن جون عميل وإن رجالته ماتوا وهم بيحاولوا يحموا مراته من الخطف، لأن جون في الحقيقة هو الأب البيولوجي لريموند. وبعدها كوانج أمر رجالته يقلبوا قرية جوي حتة حتة. نرجع للقرية. جون سأل ريموند لو في أي دفاتر سرية تانية، كانوا محتاجين دليل مادي يثبت إدانة كوانج. ريموند رد الخرتيت بتاعه، تمثال الخرتيت اللي في مكتب كوانج. جون فهم إن ده هارد ديسك متخفي. في اللحظة دي رجالة كوانج وصلوا القرية ولمحوا جوي فعلا، لكن جون حط مسدس في راس واحد منهم ومنعه يبلغ كوانج. وهنا اكتشفوا إن ريموند اختفى. الولد أخد عجلة ابن عمه وساقه طوالي على مكتب كوانج. هناك ريموند قدر يوصل للهارد ديسك لكن كوانج قفشه. جون كلم كوانج وعرض عليه اتفاق هيسيب ريموند يرجع مقابل ان جون يسيب جوي ويختفي من حياتهم للأبد. على مضض جون وافق. خططوا يبدلوا ريموند بجون، لكن جوي كانت منهارة، ما كانش مستعدة تخسر جون تاني، بس ما كانش قدامهم حل تاني. أخيراً جون وجوي قابلوا كوانج عشان التبادل، لكن ريموند كان محبوس جوه عربية كوانج. كوانج كان ناوي ياخد جوي وريموند معاه. جون اعترض
ده ما كانش اتفاقنا. كوانج زعق: ما تتكلمش معايا عن اتفاقات، وبدأ يقلب في دفاتر الماضي. لما العصابة خطفت جوي زمان، كوانج هو اللي كان زعيمهم. هي قتلت أحسن سواق عنده، فكان محتاج بديل، وبمهارتها في العربيات جوي كانت الأنسب. في اللحظة دي جوي افتكرت إن كوانج هو اللي قتل جدتها باباو، لكن كوانج أنكر: أنا مش وحش، باباو كانت في أمان تام. وقال لجوي: أنا دايما هحمي عيلتك وهديك الحياة اللي تستحقيها، إحنا ممكن نبقى فريق عظيم سوا. بقى واضح إن كوانج كان مهووس بجوي من البداية، ودلوقتي هو مستعد يقتل جون. أخد جوي معاه واستعد يتحرك، لكن جون ما كانش هيسمح لعيلته تضيع منه تاني. من بعيد ضرب نار على سواق عربية كوانج. كوانج مسك الدركسيون بنفسه وهو بيصرخ بغضب: إحنا كان المفروض نبقى عيلة وتعمل فيا كده. غضبه كان مولع بسبب الخيانة، ومع ذلك جزء منه كان لسه طمعان يبدأ من جديد. جون طاردهم في الشوارع الضيقة وأخيرا لحقهم، لكن في عز العركة كوانج خطف الفلاشة وهرب. جون بدأ يدور على كوانج جنب محل لعب أطفال. كوانج اختفى، بس جون لمح بنت وقعت جوه مسرح، ده معناه ان كوانج مستخبي جوه. جون اتبعه وسحب مسدسه وقال له: انت مقبوض عليك. لكن كوانج رد ببرود أعصاب: الموضوع ملوش علاقة بقضايا الصيد، الموضوع شخصي، أنا حبيت جوي 15 سنة وبعدين أنت ظهرت. وبدأ يستفز جون: يلا اضرب نار، دوس على الزناد. بدل ما يضرب، جون رمى مسدسه على الأرض، والاتنين دخلوا في معركة طاحنة بالإيدين. جوه المسرح ما كانش فيه غير زوجين كبار في السن، كانوا فاكرين إنهم بيتفرجوا على فيلم 3D أكشن. وبعد ضرب وتكسير، جون سيطر على كوانج وكسب المعركة، والراجل العجوز في الصالة قعد يسقف ويهيص من الحماس. بعد دقايق الشرطة وصلت وقبضت على كوانج. في اسم الشرطة جون نفسه كان متكلبش لما جاله مكالمة من رئيسته، وبخته بقسوة: أنا قلت لك تطلع أجازة بس أنت اتصرفت من دماغك. جون شرح لها: أنا معايا كل حاجة على الفلاشة دي، كل سجلات كوانج ومصايبه. لما سمعت كده رئيسته اتنهدت وقالت له: ماشي، أنا هتصرف في الموضوع، بس أنت لازم تختفي لعدة أسابيع. وبعد كده رجع لجوي وريموند، ومع بعض طلعوا أول رحلة عائلية ليهم. وفي وسط الأجازة جوي فاجأت جون وقالت له: أنا حامل. اتصدم جون وسألها: أنت متأكدة إن العيل ده بتاعي؟ جوي ابتسمت وردت ببرود لذيذ: تفتكر هتفرق؟ وهنا يا أصدقائي حكايتنا بتخلص. يا ريت تقولوا لنا في التعليقات إيه رأيكم في التلخيص ده، وإيه أكتر مشهد علق معاكم. العيلة دايما بتكسب في النهاية مهما طال الغياب. ما تنسوش تخبطوا اللايك المتين وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. سلام.